السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. إذن نزرع يثمى أنه رب العالمين يبينا غد قصيتين سورة الكهف أنه الفتية السنسنج الكهف النير 300 سنة الحساب الشمسي، 300 سنة و9 سنين الحساب القمري. وقبل هذا نريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبي نصدر بالعالمين أنه قبل كل شيء وقبل ذيك الوعد حد يسحطس أنه إلى الدينين إن شاء الله. نريد أنه ما كان شيء ضد رسول النبي صلى الله عليه وسلم، وذينا ذيلين ضد رسول النبي ضد رسول الأمينس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معلم البشرية. أين راس يصحف رب العالمين، أين راس يعلم رب العالمين إلا وثني صحفة الأمينس يسعلم الأمينس. فذوي ضد رسول ما أنه العبد قبل كل شيء أدينين إن شاء الله. ثم غير رب العالمين أنك أنه كان شتير ذين رب العالمين كان يعلمن في قصتي أصحاب الكهفية، سواء الأمم قعدان الأمم السابقة نغذين رد يسنا الزاث ويشي مرة رب العالمين يعلمن. فقال قل الله أعلم بما لبثوا، وبعد استفعسد له غيب السماوات والأرض. فالغيب يثمى ذين رب العالمين كان يعلمن. ولهذا لو كان مشيد الوحي يدي وحان رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم الأممين قعدان مرة في قصيتني بني إسرائيل إن غيسيت نرويك نغير ذفير ما ينغي يخبر النبي عليه الصلاة والسلام دشر دين نزات من أشراط الساعة أهوال يوم القيامة، ويكل مرة الغيب ومرة الغيب أين قعدان دين غيدي تشدون. فلو كان ماشي رب العالمين إزدي وحن النبي عليه الصلاة والسلام دشو قلنا نيني لنا ردفيد وشرا ديري دشو ديرينا نينا الزاد لو كانوا نعلمر فالغيبة يثمى ذين رب العالمين كان في علم إلا أيني وحن الأنبياء ينس، أيني الساعة المزيس الأنبياء ينس، وإلا الغيبة يثمى ذين رب العالمين كان في علم يونوري علم الغيب، يونوري علم الغيب، يونوري علم دشو غير لنا الذفير، يونوري علم دشو رذي لنا الزات. فكاشتي غيثما هو من اختصاص الله عز وجل. فبعضهم مثلا شكك لو كان يتفاقد قال مثلا راحت سنقر دونيث 2000 كذا وكذا، راحت سنقر دونيث 2000 كذا وكذا. فهو كاشتي غيثما يونوري علم ذين رب العالمين كان يعلم موقع ثنقر دونيث ويون ورثي عليم. فند رب العالمين له غيب السماوات والأرض، يعني رب العالمين يسعى الإدراك التام الإدراك المطلق. رب العالمين العلم ينس يعلم كلش. ولهذا بعد استفيس مباشرة أبصر به وأسمعه، يعني ما أبصره وما أسمعه وينس قرن الإدراك. يعني رب العالمين الإدراك ينس يتوالى كلش، الإدراك ينس يسال كلش، يعلم ذا شو قلان، يعلم ذا شو قلان، ذا شو رديلين لو كان ديلي، يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو يكون. يعني رب العالمين يعمس كل شيء ولا كل شيء. رب العالمين كندينا رب العالمين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فغيبغا سيني رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثير بنهضر فلاس عموما وبالخصوص تقصيتين أصحاب الكهف. يعني رب العالمين يعلم زيسن
اسمي غير ولا نقول مالك ندك يانوس الا غير الزاريثون اللي غيعلم شو يطراني يعلم كلش رب العالمين. فاين راك دي حكم رب العالمين ذوينا غير تسيدت، اين راك دي وحي رب العالمين ذوينا غير الصح، وتصحواش تروح توذاين تصحواش تروح تنصرا اكد حكون شو قلنا سيين غير تسيدت. ولهذا غير الناس رب العالمين ما لهم من دونه من ولي. يعني الشبابي أهل الكهف إلى رب العالمين ولثا ويسلا ذا شو يقطران نسى وحيد القومينيس وعلم ذا شو يقطران نسى وحيد القومينيس ورب العالمين يهيس عندك اشتيا. فغنيك رب العالمين الشبابي ذين كي يحفظون فما لهم من دونه من ولي. من هو الولي ينسن الشبابي رب العالمين. والمؤمنين يثمى كن ملان الولي ينسند منه رب العالمين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فرب العالمين نعم المولى ونعم النصير. وإن رذي لنا ربي ذي ذس وريتسجل لأنه هذه لك الرعاية رب العالمين، هذه لك الحفظ رب العالمين. فغنيك رب العالمين الشبابية ما لهم أرسعين وين راهم يحفظون أرسعين ورا ذي دافع عن فلاسن أرسعين وين راذي تحت رعاسة أنا قرسي ذي ربي ما لهم من دونهم من ولي. ولهذا رب العالمين سبحانه وتعالى نظرا مشي ثما يحفظيثن قل كهف النير لمدة 300 سنة 300 سنة و9 سنين وبطريقة عجيبة سبحان الله. فثي من رعاية الله سبحانه وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا. العبد لا طلب الولاية من غير الله سبحانه وتعالى. وإن ندى يثمان من يكتفن الختن تسيست وإن يكتفن مغير ربيع وإن يتكلم في مغير ربيع وإن يدعون مغير ربيع وإن يطلبون مغير ربيع. ولا شك أنه الثاني وقع الشرك لأنه الولي يديوي غتضعط الولي يديوي غتشكل تفلس الولي يديوي غتطمعات فلاس داير سيدي ربي. وين يتعلط تقولي انه ذوين غير الوليينيش وذوين كان راذي لين ديديش وين كان راذي دافع الفلايت وين كان راذي لين ديديش وين سيدي ربي وين قليك كنيس قارن مؤمن حق. اما العبد الله ما راه يغلق الوقت الشده ما راه يغلق الوقت الضيق ما راه يغلق الوقت المصيبه وذي تزال المشعوذين وذي تزال الولي الصالح وذي تزال داويين غموتين سوجيين غموتين خدمي ذاك وين ثاني روح الولي من غير الله سبحانه وتعالى ويتم ثاني غليد الشرك. ولهذا من رب العالمين ولا يشرك في حكمه أحدا. فغنض ربي سبحانه وتعالى بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ذي أمر النبي رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم إن واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. واتل من التلو يعني ما استنيت تلا هذا أو جاء هذا تلو هذا جاء هذا تلو هذا. ده معناه الاتباع. يعني رب العالمين الناس النبي عليه الصلاة والسلام واتبع ما يوحى إليك من ربك. ثم كذلك يقصد بمعنى التلاوة يعني واتلو واقرأ
يعني واقرأ ما يوحى إليك. الإنسان غادي يقرأ القرآن، ثم بعد ما غادي يقرأ القرآن وريد تابع على أين غزدنا القرآن، بمعنى راح تنتقرض في بطل. وين المقصود؟ التلاوة والاتباع. كلي قال ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه إن كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نحفظ 10 آيات. نحفظ 10 آيات. 10 الآيات اليوم أن تقرأ وأن تفهم وتأخذ من زيسد باش كتروحون على 10 غيت. الاتباع والتلاوة. فالإنسان تلاوة بدون اتباع لا يفيد شيئا. ولهذا الناس رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام واستمسك بما يوحى إليك من ربك. الإمساك بمعنى الاتباع والإمساك. الإنسان ما راضي يطفي الحاجة، ما راضي يشد الحاجة، يعني راح تحرز، راح تطفى غرس. واتل ما أوحي إليك من ربك لا مبدل لكلماته. الإنسان يثمان اسمر ذي ولا أنه أول ربي عزيز فوق كل شيء ذن يهون عليه كل شيء. لأنه كذلك من التلاوة والاتباع الاستسلام والانقياد والامتثال. وين معناتها الاتباع؟ الاتباع الانقياد والامتثال. مرك ديني ربي وأقم الصلاة إلى قد زلط. مرك ديني ربي وآتوا الزكاة إلى قد زكيت. وين معناتها الامتثال والانقياد؟ مرك ديني ربي حرماك تيسيت الخمر إلى قد تتبع. مرك ديني ربي الحرام فلاك الربا إلى قد تتبع. الحرام فلاك كسمو حلوف إلى قد تتبع. حرم غاش مرة ويا ويسقى الانقياد تستسلم. آمنا سمعنا وأطعنا. تصليت تمنط أتطوعت وتطبعت. أما الإنسان ما يتبع الهوينس ويقرنس اتباع الهوى، ونرى ذي اتبع الهوينس على كلام الله عز وجل كنيدنا رب العالمين أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. اتخذ إلهه هواه بمعنى أنه شي مرة استقرت إن ضربي إن الدنبي خيقارك يا واه إن كان كاشتموري تكشمرك العقلي وإن كان الرأي وأنه هكا إن كان واه لو كان ذيلي هكا إن كان لو كان كمن شكل رذيلي إلى هكا وين هذا الزماني ماشي ذي الزمانية ماشي كيف كيف وين قال الوقت نسني عاشن ماشي غير من الوقت غير عاشن ماشي كيف كيف. ومع ذلك بدون هذه السطال هذه السلاي هذه استخدام الهوينس. أمش هذه قل ربما غادي تفسير القرآن سي الهوينس وهي اتباع الهوى. فاتباع القرآن الكريم واتباع ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن طريق الهوى. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. يعني مثلا ونيك تبعنا الهوينس يبغى غادي يبدل الحكم رب العالمين سبحانه وتعالى. يبغى غادي يبدل حكم رب العالمين. مرستيني تسيت الخمرات الحرام كيقال خاطيا لابد كيسقارون كيقال لابد البيراني العالي تي الصحة العالي تي وينا تفكران كيقال خاطيا أيني غير الصحة غير العبد وهي والمرمور يتوحر مرة شي عالمنا خير ربي سبحانه وتعالى. شي عالمنا خير ربي وربي يهضر يهضر ربي في التيسيت الخمريه يهضر في اللاس فغنيك الحرام
سنين سمعنا وأطعنا لا مبدل لكلماته. يون رزمير هذه بدل ولا ربي، يون رزمير هذه بدل حكم رب العالمين، يون رزمير هذه بدل حكم رب العالمين. فما إلا رب العالمين يفكد الحكم وزم ترى غادي تبدلت وزم ترى غادي تغيرت. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. في الاخر شو معنى لن تجد من دونه ملتحدا؟ العبد ما إلا يرول في رب العالمين يتبع كنيس قرن الهوينس، يستخدم الحروشيينس، يستخدم القفزينس، وين لكن يبغون يرول وريد سفارغ أكن رذيف ما إلا العبد يرول سيدي ربي. لن تجد من دونه ملتحدا، لن تجد من دون الله ملجأ، ولا شم منا أرضي طفنق ربي، ولا شم منا أذير ولنا ربي. العبد ما سمرا غادي ينفذق في اللاس، تغليد في اللاس المصيبة، تذق في اللاس من راه يرول. ويذ الكافر ذا الكافر ذا المشرك يكشرك نص ربي أسمر ذي ينفذق في اللاس اسمك ثيد ربي. وذكرت عند رب العالمين في القرآن سميكر في اللصن البحر ادعونا رب العالمين، اسمي إلا القاعة ادعونا الأصل ننصر، اسمي إلا البحر اسمك عند رب العالمين. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فانقل عبد اسمر غادي تصدق ولا شم أنشت نسمر ذي رب العالمين. ورب العالمين يثمى ورديت مكثيرة كان كذلك الضيق، رديت مكثيرة كذلك الضيق. فوين راضي السنة رب العالمين قال استع في السنة رب العالمين الضيق. سنة النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني بمعنى العبد إلا نسن رب العالمين قال الوقت اللي استعينس، قال الوقت اسمر ذي ينفذق في اللاس إرو الغرب ربي ذي ليدس. فهي أحرى للاستجابة، وهي أحرى للاستجابة. ولكن العبد ما إلا يرول ملجأ يرول من غير رب العالمين ويورث فلن يزيد له إلا وهنا. كان يغسلنا النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة غادي يرد ربي في الناس يعلق داك يوث الحاجة هكاك فوسيس الناس. النبي عليه الصلاة والسلام الناس ذا شوت قال من الواهنة، من الواهنة يعني الناس زيك ما إلا نبغون الحاجة غتضيف ترفلان غثيط، أترفلان غثيط نتعلق كان الحاجة باش كان غتدافع فلانة. فغناس النبي عليه الصلاة والسلام لن تزيدك إلا وهنا، يعني تتعلق ديك الحاجة وتدافع فلاه وترفلاه غثيط. ما بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ثم غناس رب العالمين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ذي النبي صلى الله عليه وسلم قال بداية الدعوة يثمى اسمين يدعون العباد غير رب العالمين. إلا النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا الإنسان الذي صعون طمع أنه العبدين ما إلا كنيس قرن من أشرافهم من أسيادهم ومن أغنيائهم أنه ما إلا يكشم ذا الإسلام أنه لربما ويكني يتبع المرة بل كان يجعل رب العالمين للسبان وكنا دكشم ذا الإسلام. إلى يومنا هذا غيثما مازال يتسلي ذا كان شتية. كثير من علماء الغرب إلا أن ترك سواء علماء أطباء قساوسة إلا حاليا الوقت ناكا تصفت مجرد ديك شمال الإسلام قسيس مجرد ديك شمال الإسلام تصفت الأغلبية الأتباع ناس تبعا تكشم ذا الإسلام. فالإنسان كان شتين يحرص ولكن رب العالمين ينبهي ثايوث الحاجة ثيين يثماغ الناس رب العالمين واصبر ضصح الإنسان العالي لك ناس قارنا ذي حرص العالي غادي يحرص. ولكن الناس رب العالمين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
ثين السبب يثمان الآية تنزلت في النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه أشراف قريش العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأمية بن خلف وصفوان بن أمية ويشين لان من أشراف قريش. وسنغر النبي عليه الصلاة والسلام ننس يعني ما إذا بغيت أنني من أتباعك إلا قويشي غيت الزين دي شكي غيت دويرنا كذي شكي ونحوج راه ديالي ندير النوع حوايج راه قيمة ندير النوع يعني يمكن طبقة غير لا المرموقة كنيا يتوالي نتورا كرا العيبة ديما الإنسان أنه من طبقة المرموقة وفبا غادي يقيم واحد الطبقة غير لا نداو اللي توجور تصوريت واحد صحابي اللي زون طافار واحد ماركانتيان واحد ويكني غادي يقيم من واحد النبي عليه الصلاة والسلام من فقراء المهاجرين بلال بن رباح صهيب سلمان ابن مسعود من فقراء المهاجرين. فأنا الناس ما تبغي تني من أتباعك وهي شيء ونحوج راه كنس قرن تقيم من ديذ النار. فغنيس النبي عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بالك تبدلت ويا كيس ويا شيء بالك جت ويا شيء إوا كنا تصربحت ويا شيء لأنه غيثمان الإنسان وريت قيسالة غرب العالمين وريت تزن راس المظهر شيس المظهر اللي توازن غرب العالمين وإنما غيبين رب العالمين إن أكرمكم عند الله تقاكم. ولهذا رب العالمين يلوم النبي عليه الصلاة والسلام أو عاتب النبي صلى الله عليه وسلم يعوت بيث يلوميث فيوث الحاجة دشوت ذيوث صورة سنسنيت مرة سورة عبسة. سورة عبسة ينزلت سيد رب العالمين في النبي عليه الصلاة والسلام السبين سيدا شو أنه النبي عليه الصلاة والسلام إلا يقيم واحد أشراف قريش من كبارهم وسادتهم يتوعظون يدعوثنا الإسلام إحرصي وكنتكش من الإسلام يوساد عبد الله بن أم مكتوم تدرغال عبد الله بن أم مكتوم يوساد غور النبي عليه الصلاة والسلام نتسمي له هضر واحد الأشرفية الناس يا رسول الله الناس عظني علمني وعظية علمية صحفتية. فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنه مثل طلقة أعرض عنه يعني غيلتها يحرص فويكني غيبان عندي دعو نسى أعرض عنه عاتبه الله عز وجل فأنزل قوله تعالى عبس وتولى يعني ما كان يقابل السيون وذا ما كان يدي ورا قابل وتولى يعني يتجف يدور قرويس يتجف يدور قرويس يلتهاد زيسن ننسى وديل تهار هذيس عبس وتولى أن جاءه ماشي دينا ربنا وما يدريك لعله يزكى أندي غيث نويت بالك ذوين راذيلين القرآنية المواعظين شيئا أرى في الطهر أو يتذكر فتنفعه الذكرى ورث علمت بالك المواعظين تسنى غير في وعظ ذنسان غير ذي سفينزيس. وحقيقة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه كان من أشراف الصحابة رضوان الله عليه وكان من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذنسان يكتدنن النبي عليه الصلاة والسلام قال الفجر الأذان الثاني وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت غير ذا الدرغال وريت ولا لا أمشي غيتسدن ما ديني ونث دي ملاقاسيني أصبحت يعني مثلا يكشم وقت الصباح هذو راح ذدن فغنى يسر بالعالمين ذي بالك تحقرت إمغبانية إزوالينية إلا ند المؤمنين طائفة من المؤمنين ضصح ذي زواليا ولا نرى من أشرافهم من أسيادهم ولكن ذي المؤمنين إلا ندعون ربي بالغداة يعني الصباح والعشي ثمديث يريدون وجهه بمعنى أنه غيثما ويكي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
يديوي الرضي عشر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكل واحد منا صحابي، كل يوم زينة غادي يسعوم دوكال، بمعنى أنه غيم دوكال يديوي غرث عشرة، إمدوكال يديوي غرث الدوط، إمدوكال يديوي غرث ثقين كزيسن، ويك نيغيك صن ربي، ويك نيك دعون ربي، ويك نيغيك طلب ربي، ويك نيغيك خدمني وضم ربي. يريدون وجهه، لأنه واش غيثما أكني غيدنا قدر ساعتان نهضر في المحبة، محبة ربي سبحانه وتعالى. ورجلان تحابا لله اجتمع عليه وتفرق عليه. نغد ما كان لله دام وما كان لغير الله لم يدوم. وإن اجتبعن يتعاشر العبد، لأنه يتعاشر في المنصب ينس، في المكان ينس، في المعرفة ينس، في الرمن ينس، وين يثمى أزوح تدو، لأنه راح يونوس كان كيا أين يفكد السريك راح تنشر، راح تنشر. وأين غير لند المصلحة غيارك ذي الشيء أسكس الدسكا راح يفك السريك مرة. وأين دي تروم، أين دي تروم، أين غيس خدم غيويا إسهام الخيرية، دين كي غيسي خدمان، دين كي غيسي فكان، دين كي غيسي بنا، الخبر يسمر مرة ذين ينشريف، الخبر يسمر مرة غينشر. إيوا شو ودي الدار لله ويسقرن المن، وربي يحضر في اللاس. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بالمن والأذى. هذا يخدم الخير ولكن يخدم غير ربي، وين يقعرون وين يقعرون يخدماش الخير، بالك لربما غيلاد شرا المصلحة غي واش غيك يخدم، نغف لاد الحاجة القرابة غي واش غيك يخدم، أسكاس الداسكا ما إلا ثلات شرا نتاع ذويث كان ويراون، إلا شرا الخلاف كان ويراون، إلا شرا النزاع، إلا شرا الشقاق ويراون، أدي بدون غادي تسرح. ديكي سي خدمان، ديكي سي بنان، ديكي غيكا، ديكي غيكا، ثوالا تمور غيني غيتسنيت دكا يروح في بطل. يعني غيني خدمت ذا الخير كل ثوض تتسلسيش. ولهذا رب العالمين يحذرها: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالعبد ما إلا يخدم يتي ربي خلاص. فذيسنا رب العالمين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وذين يطلبون كفار قريش النبي عليه الصلاة والسلام، ذين يطلبون الأقوى مقعدا الأنبياء إنسان، حتى نوح عليه السلام اسمي قدوسان الاسياد سي نوح عليه السلام باش كذا من هذا شو سنان ناس ويكي كتبعنك انهم الا اراذلنا بادي الراي، يعني المحقرين ويكي كتبعنك يعني العباد لا سامبل. فغيجاوب نوح عليه السلام: وما انا بطارد المؤمنين، امشي رذ الرغنكين امشي رذ طيرغ المؤمنين، وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. وغنيس رب العالمين قال آيات النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. بمعنى أنه العبد أريد وقصرص المظهر، أريد وقصرص المظهر. إزمارك ديني العبدي لان قل لبسين سوريت سلوسارة بيا، العبدي لان دا زوالير، العبدي لان دا مغبون، العبدي لان أكني سقار حالت وحالة، ولكن أسمار غاثي تقصد السلميزان الشرع. العبدي لان يتظلى تسقط ربي المتقي، العبد لان يسند شو الصدق شو الامانه. اما العبد ما الا يتبعك نسقار الميزان الدنيث
يتبعنا قال مركنتيا أنا قال ويش يسعى المعارف كشمارة ديسفيد ديال الإنسان ذاين يسينا رب العالمين مباشرة نزد فيرس ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. العبدين لن يطليس والنيس سلميزان وشو ماشي سلميزان الآخر وإنما يطليس الميزان الدنيث لأنه ثلاثت طلي على خرث ثلاثت طلي الدنيث ثت من طلينا على خرث وتقيسار العباد وإنما وين غيل لند المؤمن المتقي وين غيل أنا خير غربي. أما ثت من تقيسنا الدنيث وين غيل لا نسعى مع الدنيث يتشدو واحد واغي وشو لأنه إسعى كيسقار المعارف ويسعى غير الإيمان. وكما قيل قديما كما قيل قد مال الناس إلى ما عنده المال ومن لا عنده المال فإن الناس عنه قد مالوا. نقارس قبيليث ثورق الوقت النغ أين السعيد الصويت العباد ترى مال الناس منه إلى من عنده المال ومن لا عنده المال فإن الناس عنه قد مالوا. وين يكسع عن ما تفل العباد حقران تمال في اللس. ولهذا من يسر رب العالمين ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. على كل نكتفي بهذا القدر عنكم إن شاء الله بدروس تجدون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم.